بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناتي مطبخ أسماء الشناوي. شرفتوني ونورتوني. هنعمل النهاردة مع بعض وجبة حلوة قوي. هي نعمل بانيه ومعاه رز بالشعرية ولسان العصفور. وجبة حلوة قوي وخفيفة ومش بتاخد وقت كتير يعني. اول حاجة بقى ايه، هندخل على المقادير بتاعتنا، وهي عبارة عن فراخ بانيه، شرائح من فراخ البانيه زي ما انتم شايفين كده. دي انا كنت شارية الفراخ وانا اللي خلياها ومقطعاها بانيه، ومعايا دقيق وعليه نشا، ومعايا التوابل بتاعتي. زي ما احنا عارفين توابل البانيه بتكون عبارة عن فلفل اسود وملح وتوم بودر وبصل بودر إيه، وكركم وكاري، ومعانا كمان بابريكا. وهبدأ اخد نص كمية الدقيق، او مش نصها، يعني تقريبا حوالي 3 4 معالق. ومعايا كمان هاخد نص التوابل فوقيهم، وهبدأ انزل عليهم بنص كوباية مية، وهنزل عليهم كمان بشوية من الخل. دول خل حوالي معلقتين، وهفضل اقلب فيهم كده لحد ما المزيج كله يندمج مع بعضه. اهو زي ما انتم شايفين كده، يبقى زي خليط الكيك بس يعني سائل شوية. وهبدأ انزل بشرائح البانيه بتاعتي في التتبيلة دي، وهركنها اقل حاجة ساعتين. يعني ممكن نبيتها في التلاجة لو انت هتجهزيها من بالليل، لو هتعمليها مثلا الصبح تجهزيها بدري شوية، تعمليها قبلها بساعتين اقل حاجة في التتبيلة بتاعتها. هنا خلاص انا اخدت نص كمية التوابل التانية، وهبدأ احطها على الدقيق. احنا اتفقنا ان احنا هنتبل البانيه في دقيق ونشا وعليه شوية من التوابل وخلاص، مش هنحط بقسماط ولا حاجة ولا بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. هنا بقى نروح على النار، معانا طاسة على النار وفيها زيت. هنسيبه لما يحمى شوية، وبعدين هناخد شرائح البانيه ونبدأ ننزل بيها في الدقيق كده زي ما انتم شايفين. اوعي تخبزي قطعة البانيه بايدك، هو انت يدوب تحطها في الدقيق وتديلها تنفيضة من الناحيتين وخلاص، عشان بس الزيت ما يتحرقش معاكي بسرعة. اهو زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ اعمل كمان شريحة تانية. انا بحطها في الدقيق مرة وارجع احطها في التتبيلة تاني، وارجع احطها في الدقيق كمان مرة، علشان بس الطبقة الخارجية تبقى سميكة شوية، بيبقى طعمها حلو قوي. على فكرة يعني كان مقرمش قوي وكان جميل بجد، حلو قوي. انا طول عمري بعمل البانيه بالطريقة دي، لا عمري حطيته في بيض ولا عمري تبلته ببقسماط ولا الكلام ده كله. والقشرة الخارجية عمرها ما فكت نهائي من البانيه. اهو زي ما انتم شايفين، انا بحطه مرة في الدقيق وبعدين احطه تاني في التتبيلة، وارجع احطه تاني في الدقيق، وهنزل في الزيت السخن بتاعي. وبعد كده بهدي النار شوية، تكون وسط يعني ما تكونش هادية قوي، لان دي شرائح ما فيش فيه عظم ولا حاجة. لكن انت لو هتعملي مثلا فراخ فيها عظم، تهدي النار بتاعتك خالص، علشان تبقى متأكدة ان مش هيكون في جوه اي دم. هنا اهو. وهسيبها بقى تتحمر، واول ما تتحمر هبدأ اقلبها على الناحية التانية ونشوف شكلها هيكون ايه. اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللون تحفة تحفة تحفة، وبجد الكاميرا ظالمة اللون بجد. والقرمشة والله خطيرة خطيرة خطيرة. عايزة اقول لكم يا جماعة ان اي حاجة احنا بنعملها في البيت بتكون احسن من الجاهزة. انا خصوصا اللحوم اللي هي زي البانيه والبرجر والكفتة والحاجات دي ما بحبهاش جاهزة ابدا. ما بيكونش فيها اي طعم خالص، لا من الفراخ ولا من اللحمة، تقريبا بيكون كلها مواد مصنعة وبيضحكوا بيها على الناس. فانتي احسن حاجة تجيبي الحاجة وتعمليها بايدك. اهم حاجة تعمليها مظبوطة وبتطلع احلى من الجاهزة بكتير. الريحة خطيرة والطعم اخطر بجد حاجة ولا في الخيال. هنا هبدأ انزل برضو بقية البانيه، وخلاص هنا كنت خلصت. ده كانت كل كمية البانيه معايا اهي. شايفين اللون بتاعها ازاي؟ يعني
تحفة بجد ما شاء الله عليها. وعلى فكرة انا كنت لما بشدها كده يعني صوت القرمشة باين، بس انا يعني كاتمة صوت الفيديو. ده كان شكل البانيه بتاعنا. وعايزة اقول تاني ان الكاميرا كانت ظالمة البانيه وظالمة لونه. هو كان لونه حلو قوي قوي قوي، بس الاضاءة عندي في المطبخ مش قوي، فزي ما انتوا شايفين كده يعني يعني الصورة مش بتبقى واضحة قوي. هنا خلاص كنت نقلته في طبق تاني بعد ما شلته من على المناديل. انا بطلع على المناديل علشان لو في اي زيوت المناديل تشربها. وعملت جنبه كمان شوية رز كده بالشعرية. وده كان اكلنا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة. لو عجبتكم تكتبوا لي في التعليقات. واتمنى ان انتوا تتابعوني وتحطوا لي تعليقاتكم الجميلة في الكومنتات. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوني، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.